النهاردة عندنا طبق عملاق سهل مكوناته، بس ما اقولكمش بجد لازم تجربوه لازم تجربوه، وهتدعوا لي او تدعوا عليا. بجد طعمه جميل، بجد مش بهزر. الطبق كده جوسي ومنسجم مع بعض وفيه تناغم عجيب. ويلا نبدأ الأكلة مع بعض. بسم الله. زبدة، شوية زيت عشان الزبدة ما تتحرقش، بصلة مفرومة سيبها تتشوح شوية، فصين توم ممكن تستغنوا عن التوم إذا حابين، اختياري، شوية كزبرة. نعلى بقى بالنكهات مكعب مرق نحمصه. الحركة دي يا جماعة بتخلي المرقة تحفة، لما بتتحمص مع البصل بتروح في حتة تانية خالص. المرقة خدت البصل في حتة تانية خالص. هنحط مشروم، المهم هنحط مشروم يا فريش يا معلب. ده روزماري مطحون فريش، براحتكم، لو عاوزين مجفف براحتكم. نحمصهم شوية، ننزل بمعلقتين دقيق كبار. لو حابين الصوص يكون خفيف ممكن بس نسكب معلقة واحدة. ضروري ان احنا نقلبه شوية عشان يتحمص كده. هننزل بشوية حليب ونقلبه، بعدين نحط علبة قشطة عشان برضو نعلى بالنكهات. مش عارفة اروح فين بالنكهات اللي عمالين نعلي فيها دي. لو حسيتوها تقيلة شوية زودوا حليب مش مشكلة. معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة بابريكا، ونظبط الملح. نص معلقة صغيرة خردل، وعصرة ليمون، معلقة صغيرة بصل بودر، وخلاص نسيبها على جنب، ما نسويهاش تاني، نخلوها على جنب. نيجي نعمل الفراخ، شرايح فراخ صغير، صدور فراخ طبعا نمرمطها كده ونبهدل كرامتها زي ما انتم شايفين عشان تستوي بسرعة. بهاراتنا معلقة صغيرة بصل باودر، توم باودر، بابريكا، فلفل أسود، ونمسجها كده عشان احنا زعلناها جامد. بعدين زبدة، ضروري الطاسة تكون ما بتلزقش وتكون حامية لما ننزل الفراخ فيها عشان ما تنزلش ميتها وسوائل وتبقى مسلوقة. أول ما تتحمر نقلبها على الوش التاني، نخلص الكمية كلها. بعدين نحط الفراخ ونسيبها تقريبا نص ساعة على نار شمعة أول ما تغلي. بعد نص ساعة اهو هنقفل عليها ونحط كزبرة. نيجي نعمل بقى البطاطس المسلوقة اللي هي البوريه. أول ما تستوي البطاطس كده نسلقها عادي جدا، هنحطها في أي مفرمة، شوية حليب، كعب زبدة، لازم تكون الزبدة نظيفة ضروري، جبنة قشقوان أو موتزاريلا، معلقة صغيرة فلفل أسود، ونظبط الملح. يا نحطها في المفرمة أو ممكن نعملها بهرسة البطاطس. ومع الفقرة المحببة إلى قلوبنا جميعا، فقرة تقديم الطعام الشهي. هنحط البطاطس وبعدين نحط الصوص